السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مشام عبد الحي. لو اول مره تشوفوا قناتي انزلوا تحت الفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. هنعمل معاكم النهارده صنف حلو كده من اصنف رمضان زي ما انتم شايفين كده، تحفه ما شاء الله. هنعمل معاكم اكواب الكنافه الروعه دي، شايفين ما شاء الله الجمال والحلاوه؟ شايفين الكنافه عامله ازاي؟ حاجة كده تحفة ما شاء الله، متماسكة بقى والتسوية جميلة زي ما انتم شايفين كده، تحفة ما شاء الله. لا والطعم بقى روعة. لو عايزين بقى تعرفوا الكنافة الرهيبة دي اتعملت ازاي، يلا بقى نبدأ على بركة الله. النهاردة هتكون معانا نص كيلو كنافة، ومعانا كوباية سكر، وكوباية سمنة بلدي، ونص كوباية سكر مطحون، ومعانا نص ليمونة. يلا بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. بصوا كده يا بنات، اول حاجة هنعملها هنعلق على الشربات بتاع الكنافة، عشان انتوا عارفين لازم يكون الشربات بارد والكنافة سخنة. فاحنا كده هننزل بقى كده بالسكر بتاعنا كوباية، وهننزل بكوباية ونص مية، وكده كوباية سكر كوباية ونص مية، ومعانا عصرة اهي نص ليمونة. انا كده بقى هاخد الحلة دي كده ارفعها على النار. بصوا كده يا بنات، من بعد ما السكر ده يغلى 5 دقايق بالظبط، عدوا 5 دقايق بالظبط، تحطوا الشربات كده على صابعكم تلاقوه عمل شوية كده، ربط شوية كده. هو ده بقى القوام اللي انا عايزاه. انا كده هاخد الحلة احطها على النار كده، وبعدين نشوف هنعمل ايه. بعد كده يا بنات بقى، بعد ما حطينا الشربات كده علشان يبقى جاهز معانا، هنبدأ بقى كده نشتغل في الكنافة. هنفضي كده الكنافة كده على صينية علشان نبدأ كده نفككها كده براحتنا. هنبدأ كده، يعني مش عايزة فيها اي كتل خالص، هنعملها نفردها كده بالشكل ده. اي كتل اي حاجة هنفردها بالشكل ده، وبرضه هنقطعها كده قطع كده، مش ما تكونش ناعمة قوي، بس انا عايزاها ايه، ما تكونش برضه طويلة قوي. وخلاص كده يا بنات بقى، بعد ما فككنا الكنافة بقى وعادت ما شاء الله جميلة. هي اساسا الكنافة طازة ما شاء الله وجميلة، مش فيها اي تكتلات كتير يعني ولا حاجة، حاجة بسيطة كده وفككتها. بصوا كده هنبدأ بقى ننزل كده بالسمنة بتاعتنا نص الكوباية كده، ونبدأ كده ندهن الكنافة كده، نقلبها كده في بعضها كده في السمنة لعند ما تتشرب كده السمنة وكلها تشرب الشكل ده. طبعا السمنة البلدي بتخلي طعم الحلويات بتبقى جميلة، بس اللي مش متوفر عنده يعمل بقى بأي، المتوفر عندكم اعملوا بيه سمنة عادية، زيت، زي ما انتوا المتوفر عندكم. احنا بنحبها بالسمنة البلدي. خلاص كده يا بنات بقى، بعد ما الكنافة كده اتشربت السمنة كده زي ما انتوا شايفين كده، اتغلفت بالسمنة كده، هننزل كده بقى بنص كوباية سكر مطحون، هننزل بها كده على الكنافة. حد هيقول لي بقى لازمته ايه السكر المطحون ده؟ هقول لكم هي بقى بتخلي الكنافة مقرمشة كده، وتخلي لونها بقى احمر كده وجميل. نقلب كده بالشكل ده. وبعد ما قلبنا بقى السكر كده مع الكنافة يا بنات، احنا هنا بقى معانا للحشوة هي معانا سوداني مجروش، ومعانا زبيب وجوز الهند، المتوفر عندكم احشوا بيه. وادي الصينية هي بقى اللي احنا هنعمل فيها، هنحط فيها الكاسات بتاعة الكنافة، هندهنها كده دهنة سمنة من اللي معانا بقى، اللي باقية معانا في الكوباية. ودي الكوبايه هي يا بنات اللي احنا هنعمل فيها الكنافه، واعملوها بقى في الحجم اللي انتوا عاوزينه، انما انا بحب الحجم الصغير ده، بيبقى شكلها سيمبل كده وجميل. هنبدا كده بقى نحط الكنافه كده في الكوبايه بالشكل ده، ونعمل حفره في النص كده علشان هنحط فيها الحشوه بالشكل ده، ونحط كده حشوه في النص كده، وبعدين نغطي كده بالكنافه، ونكبس بقى كده علشان تطلع معانا كده حلو.
زي ما انتوا شايفين كده يا بنات بقى، كبسناها كده كويس بقى عشان تطلع معانا حلوة، وبنطلعها بكل سهولة. ايه رأيكم بقى؟ بكل سهولة بتطلع ما فيهاش اي مشكلة. ونحط بقى كده في الصينية، تحفة ما شاء الله. ونحط تاني زي ما انا قلت لكم كده، نعمل حفرة في النص كده علشان نحط فيها المكسرات بالشكل ده. ونحط كده الحشوة بتاعتنا، ونحط فوقها بقى كده كنافة، ونكبس كويس عشان تطلع معانا متماسكة زي اللي انتوا شفتوها في الاول. نكبس كويس كده. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، بعد ما كبسناها وبتطلع شايفين ما شاء الله تحفة جدا ما شاء الله وبكل سهولة. نحط كده في الصينية ونعمل كده معاكم تاني. سهلة جدا يا بنات، وهو بقى طعمها روعة. يعني بدل ما نعملها في صينية كده ونقطعها، دي بتبقى جميلة سيمبل كده وجميلة. كل واحد يشيل له واحدة كده ياكلها في مرة كده واحدة، بدل ما نقطع وتتهرى مننا. هتبقى متماسكة وجميلة، هتشوفوها الطريقة دي جميلة. لا وبيبقى طعمها رهيب. ونكبس كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. المهم نكبسها كويس علشان لما تيجي نطلعها من الكوبايه ما تتفلكش مننا وتتهرى. شايفين؟ نضغط عليها كده كويس كده. ونطلعها. تحفه يا بنات. وهنعمل بقى كده كل الكميه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. خلصنا كل الكميه كده يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. معانا بقى نص كوبايه السمنه اهو. هنبدا كده ندهن الوش كده بالشكل ده عشان يحمر. انا كده يا بنات ولعت الفرن. انا هدخلها كده على الشبكه اللي في النص على درجه حراره كده 200. تحمر من فوق ومن تحت كده. يعني هي يعني ان شاء الله تاخد لون من تحت، ولو ما كانتش احمرت من فوق هقوم مولعها الشوايه تاخد لون من فوق. وبعد ما تستوي هنرجع لكم تاني ونوريها لكم هتبقى عامله ايه. لكم تاني. وخلاص كده الكنافه طلعت معانا من الفرن اهي. وادي الشربات بتاعنا اهو بارد اهو. هننزل بقى كده بالشربات كده نسقي الكنافه بالشكل ده. وخلاص كده بقى يا بنات بعد ما سقيناها كده الشربات بقت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين تحفه ما شاء الله. وهغطي عليها برضو كده علشان تطرى. وخلاص كده يا بنات خلص الفيديو بتاعنا النهارده. ويا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.